الآخر من دورة الجمال والفخامة الرمضانية، من دورة المنيرة الخيرية. هذا أنا محدثكم نادي الرهب أبو سارة. لا تعترض، الصوت حلو مميز جدا لشيء من الساحرة المستديرة في هذه المباراة الكبيرة المثيرة. أمام الخطأ صادق درويش نقل كرة، الكرة تسديده عدت ومرت إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة مرمى لمحمد الداود. صالح مدن صالح لعبها عبد الله، عرضية قوية. الكرة دي يحاول فيها باجر عبدي، البهجة يعلينا كرة عالية، عبد الله وهي جاية لكن لمصلحة شباب الجزيرة. لعبت مرتضى العقيلي، مرتضى يمر، عدى العقيلي، مرتضى مررها، خطرة جول. تلعب الكرة عالية، خطرة هذه لميونخ، العصفور سددها وتخلصت بالصاد لتصل مرتضى العقيلي. مرتضى مررها خاطئة، زحمة في المنتصف لتصل لصافرة الختام. نهاية الكلام في الحصة الأولى أعزائنا متابعينا بالتعادل السلمي. بسم الله الرحمن الرحيم. عودة مجددا أعزائنا متابعينا في شوط اللقاء الثاني. مرتضى العقيلي هذه خطرة لكن تخلصها عالية، والكرة كعبية قصي، خطرة هذه قصي، هي جول. الله الله، عبد الله بوسعود، عبد الله للمرور، عبد الله للعصفور، العصفور عدى ومر، عصفور نقلها. الله، مهما تقول ما يحل كرة القدم إلا الجول. قاسية كرة القدم لم تسجل الأهداف، تلقى الأهداف في مرماك. أصعب صالح مدن في كرة، صالح هرب، صالح خطرة، صالح جول يا عبدي. مش معقول. مصلحة مرتضى العقيلي، عادت مرتضى، وحسين ميت. الله، سريع العصفور نقلها عبدي، خطر العصفور، جول هو تأخر، مدن سددها، قاسم خليفة يحسنها. فاضل عبندي، بهجاء مجتبى يحاول فيها عبندي قطعها، حبيل يتقدم، فاضل مررها، خطرة داود، جول ثاني. اوه يا عبندي يهدر الفرصة. ولد يا لعيب، عدى مر، خطر، سددها، سوى الصعب لر علي، سددها، عادت للمياد، تحضير عرضية، خطرة، جول. يا مو معقول، شلون عدت، شلون مرت. تلعب الكرة أمامية، هي أقرب لمصلحة مرتضى درويش، وصافرة الختام. نهاية الكلام أعزائنا متابعينا. مبروك لميونخ إدارة، لاعبين، جماهير، حقا أوفر وباسما لشباب الجزيرة. إدارة، لاعبين، جماهير، هكذا أسدل الستار. ميونخ إلى الثمانية الكبار. مبروك لميونخ، حقا أوفر وباسما لشباب الجزيرة. شكرا للفريقين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذن ميونخ صاحب المركز الثالث في الدور التمهيدي يتفوق على شباب الجزيرة صاحب الصدارة في الدور التمهيدي بهدف دون مقابل، وبذلك يتأهل لدور الثمانية كسابع البطاقات. يقف بجانب الآن حيدر الخباز لاعب فريق ميونخ. ألف مبروك الفوز. اليوم مباراة متكافئة، هدف وحيد وهدف خطأ في مرمى الخصم. كيف شفت المباراة وما هي العوامل اللي استندتوا عليها اليوم عشان الفوز؟ اولا الحمد لله رب العالمين. اقول فريق شباب الجزيره هارد لك. طبعا مباراه اليوم كانت مباراه حساسه، يعني انها تجمعني بلاعبين العب اياهم في فريق البستان. كان يعني اغلب مجمل المباراه كره طويله و يعني تنافس شرس على الكوره. الحمد لله رب العالمين توفقنا في كره عرضيه خطف في مرماهم مرتضى سجله، وقدرنا نحافظ على النتيجه الحمد لله رب العالمين. وان شاء الله في الدور الثمانيه عندنا اضافات ان شاء الله قويه، وان شاء الله احنا نطمح لنص النهائي والنهائي ان شاء الله. ما شاء الله. اعتقد بان تاهلكم اليوم اعطاكم دفعه معنويه عاليه. اكيد، يعني بطوله مثل بطوله المنيره تاهل لدور الثمانيه من ضمن افضل 8 فرق، شيء ايجابي، شيء قوي، يعطيك دافع معنوي، وان شاء الله قدك مثل ما وعدتك احنا ناويين نوصل نص النهائي والنهائي ان شاء الله. عندكم بعض النقص صح في الفريق؟ في بعض النقص ان ارتباطهم بفرقه اخرى في دورات ثانيه. قدرتوا تتعاملوا مع هذا الوضع؟ كيف كان الوضع بالنسبه لكم يعني، خصوصا قبل اللقاء كنتوا تواجهوا فريق متصدر مجموعه؟ والله في صعوبات، لكن تكاتفنا مع بعض وقدرنا نتغلب عليها الحمد لله رب العالمين. شكرا. حيدر الخباز افضل لاعب في اللقاء، لاعب فريق ميونخ على هذا الحديث. ايضا يقف بجانبي اداري فريق شباب الجزيره مهدي الشماسي، لابس الاتحاد اليوم عميد البلد. يا هلا ويا مرحبا. يا هلا ومرحبا. طيب كيف شايف المباراه اليوم؟ فريقكم متصدر مجموعته، جاء وقابل الفريق الثالث في المجموعه. هل تعتقد بان هذه المراكز مجرد مراكز امام مثل هذه الادوار؟ بالطبع المباراة هذه خروج مغلوب، يعني ما فيها اللي يقدم مستوى، اللي يسجل اهداف بالاصح ولا يطلع الى المباراة اللي بعدها. الفريق ادى اللي يقدر عليه، ولا مو اللي يقدر عليه، عنده اكثر بالطبع، بس انه ثلاث كور او 4 كور قدام الشبك ضاعت محققة. تقدر تقول كيف ضاعت الله العالم، بس انه سوء توفيق ولا تقدر تقول سوء توفيق امام الشبك. سبحان الله هذه الكورة يعني تدخل الكرة تدخل الشبك، انت جبت الجول ما دخلت خلاص، يعني هذه الكرة. الفريق الثاني سجل جول، توفق في تسكير شبكة والحمد لله رب العالمين. بشكل عام مقتنعين بالفريق وصل الى دور 16 ضمن افضل 16 فريق في البطولة بعد تجاوز البدر بنتيجة كبيرة في الدور التمهيدي، لكن اليوم يخرج بخفي حنين. والله كان طموحنا اكثر من دور 16، كان طموحنا فوق عالي يعني، بس انه ما توفقنا في المباراة. نقول الحمد لله على كل حال. فريق ميونخ كان منظم، سجل هدف، سكر، اموره طيبه. احنا ما توفقنا والحمد لله. طيب كلمة توجهها لفريقك مع نهاية مشاركته في بطولة المنيرة؟ اول حاجة باسم الفريق نشكر اللجنة المنظمة على الدورة وعلى الجهود هذه المبذورة جدا 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 طيبة. شكرا جزيلا لكم، وان شاء الله السنة الجاية ان شاء الله لنا كلمة ثانية ان شاء الله، ونقول افضل وافضل، وان شاء الله البطولة باذن الله. مهدي الشماسي إذن إداري فريق شباب الجزيرة، شكرا.